استعدوا علشان في الفيديو ده هنتكلم عن فيلم هيشدك من أول دقيقة، هنلخصهولك بشكل سريع ومشوق وهتستمتع بالقصة من غير ملل أو تفاصيل مملة. ومن غير ما نطول كتير يلا بينا. بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها نوى وهي بتحكي لنا إن هي هتسافر لندن عشان تعيش هناك مع أمها وجوز أمها، وبيظهر إن نوى متضايقة من اللي بيحصل لأن من 20 سنة هي كانت عايشة في لندن مع أمها، وأمها سابت لندن بعد ما اتطلقت من أبوها وجت تعيش في أمريكا لأن هي اتجوزت راجل غني، وحاليا أمها اتجوزت راجل غني تاني اسمه ويل، وهتروح تعيش في لندن معاه ومع ابنه اللي اسمه نيك. ولما بتوصل نوى للبيت بتلاقي أمها بتتخلص من كل الحاجات اللي في البيت، وده لأن بيتها اللي هي في لندن فخم جدا وموجود فيه كل حاجة يحتاجوها. ولما بتدخل نوى قدتها بتلاقي صاحبتها هايلي وبتكون جاية عشان تودعها وتساعدها في لم حاجتها، ووقتها نوى بتديها عربيتها هدية فبتفرح هايلي جدا وبتشكرها. وبعدها هتسافر نوع على لندن مع أمها، وأول ما بيوصلوا البيت بيرحب بيهم ويجز جوز أمها، وبعدها بتدخل نوع تتفرج على البيت وبيكون فخم جدا، وبتنبهر جدا نوع لما بتشوف جراج العربيات اللي بيكون فيه عربيات كتير من أغلى الماركات. وبعدها بتروح أوضتها وبتتعجب بيها، ولما بتبص من الشباك بتشوف نيك ابن ويل وبيكون بيلعب مع أصحابه في حمام السباحة، وبيظهر إن هو شاب رياضي وجذاب. وبعدها بتنزل نوع علشان تجيب حاجة تاكلها، ولما بتفتح التلاجة بتتفاجئ بنيك قدامها، تتخض جدا وبتقول له إن دي تصرفات ولد مستهتر، فبيقول لها نيك إن دي أقل حاجة يعملها مع الضيوف الغير مرغوب فيهم، وساعتها بيبدأوا يتكلموا سوا بطريقة وحشة، وبيظهر إن محدش فيهم طايق التاني لدرجة إن نيك بيقول لها إن من الأفضل إن هما يكونوا بعيد عن بعض، فبتقول له نوى إن ده هيناسب جدا. وبالليل كلهم بيكونوا رايحين حفلة للمشاهير، وبتنبهر نيك وقتها لما بيشوف نوى وهي لابسة فستان سهرة شيك، مع ذلك بيخبي إعجابه وبيقول لها إن فستانها مش حلو علشان يضايقها. ولكن أول ما بيوصلوا للحفلة بتلاحظ نوى إن نيك معروف جدا والبنات بيتصوروا معاه، وبعدها بتدخل نوى الحفلة وبتقف لوحدها وبيتراقب نيك وهو بيرقص مع البنات الحلوة ومستمتع بوقته. وفي اللحظة دي بيشوفها واحد من أصحاب نيك اسمه جي، فبيروح لها وبيعزمها على مشروب، وبيقول لها جي إن هو كان في البيت وشاف خناقتها مع نيك، وبيلفت انتباهها إن نيك مش مستهتر ولا حتى معتمد على فلوس أبوه زي ما هي فاكرة، وبيعرفها إن نيك أسس شركة خاصة بيه وهو عمره 18 سنة، ولما الشركة اتعرفت وكبرت نيك باعها بفلوس كتير. وفي اللحظة دي بتبدأ نوى تغير فكرتها عن نيك، وبعد ما بتخلص الحفلة نيك بياخد نوى في عربيته علشان يرجعها البيت، وساعتها نوى بتفضل تضايق نيك بالكلام طول الطريق، وأول ما بتجيب سيرة أمه بيتكلم عنها بطريقة وحشة بيوقف العربية وبيجبرها إن هي تنزل وتمشي، وهو بيسيبها في الشارع، فبتتضايق نوى جدا من اللي هو عمله، وبتتضايق أكتر لما بتلاقي تليفونها فصل شحن، وطبعا مش هتعرف تتصل بحد علشان يوصلها. لكن وقتها بتلاقي شاب اسمه زاج بيقف بعربيته جنبها وبيقول لها إن نيك اتصل بيها علشان ياخدها للبيت، وبالصدفة بتعرف نوى من زاج إن نيك راح يسهر في ملهى ليلي، فبتطلب نوى من زاج إن هو ياخدها على هناك. وأول ما بيوصلوا بيشوفها ولد اسمه توم وبيعزمها على مشروب، فبتاخده منه نوى وبتروح تدور على نيك لحد ما بتشوفه وهو بيرقص مع البنات، فبتقرب منه وبتديله المشروب عليه، وبتفضل تزعله علشان سابها لوحدها في الشارع، وبتقول له إن هي كانت ممكن تتسرق أو تتقتل بسببه، وبتمشي. فبيروح نيك وراها ولكن بيلاقيها دايخة ومش في وعيها، فبيفهم من المشروب اللي كان معاها فيه مخدر، وبيسأل مين اللي اداهولها، وبيعرف إن هي خدته من ولد اسمه توم، فبيروح نيك لتوم وبيضربه بسبب اللي هو عمله. وبعدها نيك بياخد نوى وبيركب عربيته عشان يرجعه البيت، ولما بيطلعها نيك أوضتها بتنام على السرير، وبتلاحظ إن في آثار جروح على جسمها. وتاني يوم بتبحث نوى في ملف نيك الشخصي على الفيسبوك، وبعدها بتدخل أوضته وبتتفرج عليه وبتمسك هدومه وبتقيسها على نفسها قدام المراية، وساعتها بيدخل عليها نيك، فبتتخض نوى بتتكسف وبتسيبه وبتروح على أوضتها وبتفضل تضحك. ولكن بتجيلها رسالة من واحد صاحبتها في لندن وبتكون فيها صورة لحبيبها دان وهو بيخونها مع صاحبتها هايلي، فبتنهار نوى وبتفضل تعيط. وبالليل بيكون نيك خارج بعربيته من الجراج لكنه بيلاقي نوى فجأة قدامه وبتقوله إن هي عايزة تخرج معاه، فبيضطر نيك إن هو ياخدها. ولما بيوصلوا بتتفاجئ نوى إن المكان عبارة عن جراج كبير وبيكون مليان شباب وبنات ومعاهم عربيات، وبيظهر إن هما بيعملوا سباقات غير قانونية. ووقتها بتتعرف نوى على بنت اسمها جينا، وبتتفاجئ جينا لما بتعرف إن نوى بتفهم في أنواع العربيات، وبتعرف منها إن أبوها كان بيشارك في سباق عربيات زي دي وإن هو علمها السواقة من وهي لسه طفلة، ده غير إن هي شاركت في سباقات كتير في أمريكا. فبتسألها جينا عن أبوها، فبترد عليها نوى وبتقول لها إن هو حاليا في السجن، وبتعرفها إن هي جت لندن عشان تعيش مع أمها وجوز أمها وابنها ولكنها مش طايقاه ابنها. ولكن جينا بتلاحظ إن نوى حزينة فبتسألها عن سببها، فبتوريها نوى صاحبتها وحبيبها دان،
فبتقول لها جينا تنساه وتخرجها من حياته لانه ما يستاهلهاش. وبعدها بتاخده وبتعرف على صاحبتها جورج، وجورج ده هو اللي بينظم سباقات العربيات. وساعتها بيجي نيك ومعاه صاحبته ليون، فبتعرف جينا على نوا وبتقول لها ان هي جت للمدينه جديده وان هي متضايقه من ابن جوز امها الغبي اللي دايما بيضايقها. فساعتها نيك بيبص لنوا اللي بتكون محرجه، وهنا بتفهم جينا ان نوا كانت تقصد بكلامها على نيك، فبتغير الموضوع بتقول لهم على اللي حصل مع نوا، وبتقول لهم ان حبيبها خانها مع صاحبتها. فبتقول لها جينا ان هي تصور نفسها مع شاب غيره وتبعت له الصوره. وبعدها جينا بتاخد نوا علشان يرقصوا، وبيفضل نيك يراقب نوا من بعيد وبيظهر ان هو معجب بيها. فبيقرب منها وبياخدها عند عربيته، وهناك بيقول لها ان هو هيخليها تنتقم من حبيبها اللي خانها، وبيصور نفسه معاها وبيبوسها، وبيقول لها ان هو يبعت لها الصورة علشان تبعتها لحبيبها اللي خانها. وبعدها بيوصل للمكان لشاب اسمه روني ومع رجالته، وبتعرف نوا من جينا ان روني ده رجل عصابات ولسه خارج من السجن، وان هو ما بيحبش نيك من زمان لان نيك الوحيد اللي واقف قصاده. وساعتها روني بيتحدى نيك في سباق العربيات قدام الكل، فبيوافق نيك وبيجهز نفسه للسباق، لكن هو بتركب عربية نيك من غير ما ياخد باله. وحتى روني نفسه ما بياخدش باله اول ما السباق بيبدأ. بيتصدم نيك لما بيكتشف ان نوا هتشارك في السباق بداله، وبيتفاجئ نيك من مهارتها العالية في السواقة. اما روني فبينصدم لما بيعرف نوا هي اللي بتسابق، فبيتعصب وبيخبط عربيتها علشان يخليها تعمل حادثة، لكن نوا بتسيطر على العربية وبتكمل في السباق لحد ما في النهاية بتقدر نوا ان هي تفوز على روني. فبينزل من عربيته وبيتخانق مع نيك وان هو خدعه، ولكن في الوقت ده الشرطة بتوصل وكلهم بيسيبوا المكان وبيهربوا بسرعة وبيروحوا البيت. ونيك بيقول لنوا ان هو كان خايف عليها جدا، وبيقول لها ان جينا قالت ان ابوها هو اللي علمها سواقة العربيات. فبتقول له نوا ان هي ما بتحبش تتكلم عن ابوها، فبيعرفها نيك ان روني تحداها في قتال المراهنات، فبتطلب منه نوا ان هو ما يروحش، لكنه بيعرفها ان هو ما يقدرش ما يروحش ولازم يتحدى روني ويغلبه والا ساعتها هيبان جبان. وبعدها بيروحوا علشان يناموا. في الوقت ده نوا بتبعت صورتها مع نيك لدان، وتاني يوم بتصحى نوا من النوم وبتلاقي دان بيتصل بيها لكنها ما بتردش عليه، وبتكون فرحانة ان هي انتقمت منه. وعلى الفطار بتتفاعل نوا لما بتلاقي نيك بيقول لابوها ان هو هيزور مادي وهيبات عندها، فبيوافق ابوه وبيطلب منه ياخد نوا معاه. وبتكون نوا مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل، ولكن بتكون عايزة تعرف مين هي مادي اللي نيك هيروح يبات عندها. ولما بيوصلوا البيت بتتفاجئ نوا ان مادي دي تبقى اخت نيك الصغيرة واللي هو بيحبها جدا، وبيروح يزورها دايما وبيفضل يلعب معاها. وبيكون واضح ان ام نيك مبسوطة من وجود نوا في حياة نيك، وبالليل بتتكلم معاها وبتحكي لها قصة انفصالها عن جوزها، وبتقول لها كمان ان هي عارفة ان نيك بيشارك في سباق غير قانوني وكمان قتالات المراهنات، عشان كده هي منبهة عليه ان هو ما يشاركش في السباقات دي نهائي ولا اتحرم من زيارة مادي، وده لان هي مادي وبيحبوه ومش عاوزين يخسروه تاني. ولكن بالليل بتتفاجئ نوا ان دان جاي يزورها وبيقول لها ان هو استأذن من امها علشان يجي يقعد معاها كام يوم، وبتكون نوا متضايقة جدا تطلب منه يمشي. فبيحاول دان يفهمها ان ايه اللي حصل ما بينها وبين صاحبتها وان دي غلطة ومش هتتكرر، لكن نوا ما بتسمعش كلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم دان بيتكلم مع نوا تاني، ووقتها بيجي نيك وبيشوفهم وهم سوا، وبيكون واضح ان نيك غيران من دان ومش مبسوط بوجوده لدرجة ان هو ما بيرفضش يسلم عليه وبيسيبه وبيروح على اوضته. فبتروح نوا وراه وبتطلب منه يخلي دان يمشي من البيت بأي طريقة. فبينزل نيك وبيعرض على دان فلوس عشان يمشي، فبيوافق دان بدون تردد، وبالليل بياخد شنطته وبيمشي. ولكن وقتها نيك بيضربه وبيقول له ان هو انسان ندل وما يستاهلش ان هو يكون حبيب نوا. وبعدها بيرجع نيك لنوا وبيعرفها اللي حصل، فبتنبسط نوا بتشكره على اللي هو عمله. ولما بيقوم نيك علشان يجيب لهم مشروب بتشوف نوا رسائل على تليفونه، وبتكون الرسائل دي من ليون صاحب نيك واللي بيكون بيعرفه في الميعاد اللي هما هيكون هيتقاتل فيه مع روني. ونوا بتحضر القتال وبيقدر نيك يضرب روني بقوة وبيوقعه على الأرض، وبيكون على وشك إن هو يفوز عليه، ولكنه بيشوف نوا بتسيب المكان وبتمشي لأن هي مش عاجبها اللي بيحصل. فهنا بيقرر نيك إن هو ينسحب ويسيب المكان ويروح ورا نوا، لكن روني بيروح وراه وبيهدده بالسكينة وبيقول له إن هو كان انسحب وبكده خسر، وكده بيكون خسر عربيته. فبيسمح له نيك إن هو ياخد منه العربية بكل سهولة. وساعتها بيشوف نيك قدامه راجل عجوز واقف بيراقب اللي بيحصل. وتاني يوم نيك بيقول ان هو انسحب من القتال علشانها، وبيعترف لها ان هو بيحبها وما يقدرش يزعلها. فبتفرح نوا بكلامه وبتقول له ان هي كمان بتحبه وبتخاف عليه. وبعدها بياخد نيك وبيروحوا حلبة السباق على العربيات، وهناك سوا بيتسابقوا وبتفوز نوا بالسباق وبيكونوا مبسوطين جدا بالوقت اللي بيقضوه سوا. واخر اليوم بيقف نيك عند البنزينة، وقتها بيهجم عليه روني ورجالته وبيكسر العربية. فبيتحرك نيك بالعربية بسرعة وبيقرب منهم، وبيظهر نفس الراجل العجوز اللي كان مع روني وبيكون متضايق ان نيك هرب منهم. وفي البيت بتكون نوا مستغربة من تصرفات روني، خصوصا وان هو اخد العربية نيك والمفروض ان هو انتصر
عليه وبتطلب منه ان هو يبلغ الشرطة، ولكن نيك بيقول لها ان هو لا هيعرف يتصرف معاه. وفي اليوم اللي بعده بتكون نوا في مالها ليلي، وساعتها بيلاحظ نيك ان في شاب بيقرب من نوا، فبيفضل نيك يضربه، لكن نوا بتتخانق مع نيك وبتقول له ان هو بيعمل اكتر حاجة هي بتخاف منها واللي هي العنف، فبيعتذر لها نيك وبيوعدها ان هو مش هيكرر اللي هو عمله ده تاني. وبعدها بيرجعوا البيت وبيقعدوا سوا عند حمام السباحة، وساعتها نوا بتحكي لنيك ان ابوها كان دايما بيضربها هي وامها بعنف، وبتكمل نوا كلامها وبتقول له ان هي شهدت ضد ابوها في المحكمة وان هي اتسببت في سجنه علشان ابعد عنها وعن امها، وبتقول له ان هي خايفة ان ابوها لما يخرج من السجن ينتقم منها، فبيطمنها نيك وان ده مش هيحصل طول ما هو جنبها. ولكن تاني يوم بيتفاجئوا ان في حد ضرب ليون صاحب نيك وسابه في عربيته في جراج بيت نيك. وقتها ويل بيبلغ نيك ان هو هين ان هو وامها للفندق لان البيت مش امان. وبعد ما نو وامها بيمشوا بيقعد ويل مع نيك والشرطة، فبيحكي لهم نيك اللي عمل كده وان هو روني، وبيعرفوه بكل اللي حصل بينهم. لكن نيك بيتفاجئ لما المحققة بتوريله صورة ماك أبو نوا وبتقوله إن روني بيشتغل مع ماك وإن ماك هو اللي ورا كل اللي بيحصل لأنه عاوز ينتقم من نوا. فبيفهم إن الراجل اللي شافه في البنزينة مع روني اللي كان ماسك السكينة، وبيربط الأمور ببعضها وبيعرفوا إن ماك خلاهم يخافوا ويبعدوا عن نوا وأمها عن البيت، وده اللي هو عاوزه بالظبط علشان تكون نوا لوحدها ويعرف ينتقم منها. وساعتها بيقلق نيك على نوا وبيتصل بيه علشان يطمن عليها، ولكن للأسف ماك وروني بيكونوا وصلوا الفندق وبيخطفوا نوا. وبعدها بيتصل ماك بويل وبيطلب منه 2 مليون دولار في مقابل ان هو يحرر نوا. لكن نيك بيفتكر وقتها ان عربيته اللي اخدها منه روني فيها جهاز تتبع، فبيركب عربيته تانية وبيتصل بابوه وبيطلب منه يخلي الشرطة تعقب الجهاز اللي في عربيته. وبيكون نيك سبقهم على هناك وبيفضل يدور على نوا واللي كانه مش باقي ليها، وفجأة بيظهر قدامه روني وبتبدأ ما بينهم معركة قوية، وبيقدر روني ان هو يطعن نيك بالسكينة في بطنه، ولكن نيك بيمسك حديدة وبيضربه بيها وبيفقدوا الوعي. وقتها نيك بيشوف ماك وهو بيجبر نوا ان هي تركب العربية علشان يهربوا، ولما بيحاول يقرب منه ماك بيضرب ناحيته نار. وبعدها ماك بيخلي نوا تسوق العربية تحت تهديد السلاح وبيطلب منها تسوق بأقصى سرعة، فبيركب نيك عربيته وبيتحرك وراهم بسرعة، وبيفضل نيك يطاردهم في الشوارع لحد ما العربيتين بيتخطبوا في بعض وبيعملوا حادثة، وبيكون ماك ونوا سلام ومحصلش لهم حاجة. أما نيك فبيكون مصاب إصابات كتير ولكنه بيجي على نفسه وبينزل من العربية وبيترعب لما بيلاقي ماك ماسك نوا بيهدده بالسلاح. في اللحظة دي الشرطة بتوصل فبيصوب ماك مسدس ناحية نيك وبيكون عاوز يقتله لأن هو بوظ خطته. وهنا بتتحرك نوا بسرعة وبتضرب إيد ماك وبتجري ناحية نيك، وفي نفس الوقت الشرطة بتضرب نار على ماك وبتخلص عليه، فبتنهار نوا لما بتلاقي نيك بيقع على الأرض وبتكون خايفة إن هو يموت. وبعد 6 أسابيع بنلاقي نيك إن هو في حمام السباحة سوا وبيكون حواليهم ويل ومراته واصحابهم جينا وليون. وفجأة الدنيا بتمطر وبيسيبوا في حمام السباحة وبيجروا بسرعة علشان يدخلوا البيت. وساعتها ويل بيكون مبسوط جدا لأن نيك بلغه إن هو عاوز يتجوز نوا. لو عجبك الملخص خليك معانا علشان تشوف كل جديد في عالم الأفلام، وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، واستنونا في الفيديو الجاي مع ملخص جديد.